السلام عليكم. اهلا بيكم في درس جديد وشرح جديد من شروحات قناة استوديو المواهب. معاكم محمد عادل. موضوع درسنا النهاردة هنشرح بلجنز مايك مود من شركة انتيريس، وده بيستخدم في ان هو بيغير جودة المايك من جودة عادية لجودة اكتر احترافية. لو انت المايك بتاعك مش غالي او جودته مش عالية، تقدر ان انت تحسن من جودة المايك، تختار اي جودة حابب تسمعها من انواع مايكات كتيرة عالمية وغالية. هنجرب ازاي نستخدمه ونشوف تأثيره على الصوت. اول حاجة بعد ما نفتح البلجنز او الفلتر بالشكل ده، هنلاقي عندنا اول حاجة السورس مايك، وده المصدر. تختار المصدر بتاعك، يعني نوع المايك بتاعك. يعني انت بتقدر تقلب من هنا وتشوف نوع المايك الموجود عندك، ولو ما لقيتش النوع بتاعك هتدخل على جينيريك وهتقلب برضو في انواع المايكات الموجودة لحد ما تلاقي جودة قريبة من جودة المايك بتاعك. هنلاقي عندنا على الشمال الانبوت جين، وده بيتحكم في الصوت اللي داخل. وهنلاقي هنا البروكسيميتي او البعد. برضو هنحاول ان احنا نجرب ونسمع الصوت. بعد كده هنلاقي تحت عندنا التيوب ساتوريشن، وده اضافة ساتوريشن للصوت. التيوب ساتوريشن هنسمع برضو ونشوف ونجرب تأثيره على الصوت. بعد كده عندنا هنا المايك اللي احنا هنختار نغير جودة المايك بتاعنا لجودة مايك تاني. يعني مثلا لو جينا دخلنا على النيو مان هنلاقي انواع كتيرة، اليو 78 او يو 87. عندنا هنا الاوت بوت ليفل، يعني مستوى الصوت اللي خارج. عندنا هنا برضو البروكسيميتي او البعد. وعندنا هنا اللو كات، تقدر تعمل لو كات للمناطق المنخفضة من الصوت وتختار اتجاه بتاع المايك، يعني من الامام بس. ونبدأ نجرب ونسمع الصوت مع بعض ونشوف تأثيره على الصوت. يعني انا هعمل باي باس كده وهنبدأ نشغل الصوت. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض. طبعا لما شغلنا شفنا اختلاف الصوت بقى اكتر ضخامة واكتر عرض، تحس ان الصوت مليان. نبدأ كده نعدل في البروكسيميتي والتيوب ساتوريشن ونشوف اختلاف الصوت معانا. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال بلجن بسيط وسهل جدا وغير لك في جودة الصوت. شايف ان هو استخدامه بسيط وكويس وسهل، بيدي تأثير كويس جدا. يقدر يغير جودة المايك من جودة عادية لجودة اكتر احترافية. اتمنى تكون استفدت من الشرح، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.